ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني اشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حطوا لايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. النهارده الفيديو جامد جدا ويستحق منكم اللايك. شايفين المنظر الجامد ده؟ البحر التحفه ده، شايفين انا بضعف يا جماعه قدام البحر، انا بضعف قدام البحر. المنظر تحفه جدا. طبعا انتوا شفتوا كده من العنوان او من اليافطه كده اول الفيديو. النهارده احنا فين؟ الخروجه بتاعتنا فين؟ الفسحه بتاعتنا فين النهارده؟ النهارده في جزيره المعادي. حاجه كده تحفه التحفه. مكان حلو جدا طبعا. يعني مش انا اللي هقول لكم لان انا من اسيوط، يعني هم اهل القاهره عارفين اكتر مني، بس احنا بقى نزلنا فسحه كده كام يوم ورحنا المكان الحلو ده. فطبعا انتوا عارفين اكتر مني، فللناس اللي ما تعرفش او الناس اللي ما راحتهاش قبل كده، هو مكان تحفه جدا، كبير جدا جدا جدا. هتشوفوه معانا، هتشوفوا كل تفصيلة فيه وكل حتة فيه هتشوفوها معانا دلوقتي. وطبعا في اماكن حلوة جدا للسيشن، تصوير سيشن بقى للعرايس اللي حابب يصور سيشن حلو جدا. في اماكن تحفة جدا للسيشن. هنا محمد هو واقف مبسوط وفرحان، شايفين؟ فرحان قوي بالخروجه وبيعمل لي يعني عارف ان هو بيتصور. فانا اكتر حاجه كانت بسطاني بصراحه ومبسوطه فيها ان ولادي كانوا مبسوطين، ان يعني هم كانوا مبسوطين بالخروجه، فانا كنت مبسوطه. يعني انا بحب كده، الحاجه اللي تبسطهم هم بتبسطني انا. فهنا دخلنا كده، اول حاجه رحنا بقى الملاهي بتاعت الاطفال. دخلنا زي ما انتوا شفتوا كده المكان بتاع اللي بتعدي اول حاجه كده ناحيه البحر هنا وهنا، وشفتها معانا كانت عامله ازاي. كان تحفه جدا المكان اللي هو في بدايه الدخله كده. وبعد كده دخلنا الملاهي بتاعت الاطفال. انا ما دخلتش ملاهي الكبار لان انا بتعب، انا ما بحبش، يعني ما بحبش اركب لعب او اي حاجه، لا بتعب منها. فانا مش يعني ما كنتش قوي، انا كان اهم حاجه عندي ان انا العب الولاد وابسطهم ويبقوا مبسوطين كده ويفرحوا. فهي الملاهي بتاعت الاطفال كانت حلوه جدا. مكان مخصص ده للاطفال، تدفعي كده تذكرة ده للأطفال. عايزة بقى تروحي الناحية التانية برضو تذكرة تانية جديدة مختلفة، ده بتاع الكبار الناحية التانية. فاحنا هنا قضينا كل الفترة، يعتبر خدنا فترة كده حلوة اللي هي ده مخصص بقى ايه للأطفال. احنا اهم حاجة لعبنا العيال اللي معانا كده وبسطناهم ودلعناهم لحد ما لعبوا بقى وخلاص اللي هم فصلوا. شايفين هنا محمد بقى راكب كده ومبسوط وفرحان على الآخر اهو. هو في كذا لعبة وفي ألعاب حلوة جدا بصراحة، والمكان واسع والمكان نظيف جدا. طبعا هو كبير فوق ما تتخيلوا. انا ملفته، يعني انا ملفتش المكان كله علشان يعني انا معايا اطفال فلا لازم امشي بيهم ولازم لا، فانا ما لفتش يعتبر النادي كله، ما دخلتوش كله يعني، مشيت كده شوية حبة فيه. فانا ما كملتوش كله بصراحه لان طبعا انتوا عارفين الولاد ومعايا بيبي صغير لسه مش بيمشي بيرضع فكان صعب. هنا شايفين ده مكان قاعه كده للافراح، برضو موجوده في جزيره المعادي. شايفين ده دي قاعة كده للأفراح حلوة جدا، برضه حبيت أصورها، كان عاجبني كده اللي كان يعني كنت عايزة أنط كده أروح أحضر معاهم الفرح، كان جميل جدا. شايفين القاعة هادية كده وجميلة وشيك جدا. وطبعا يعني هما يعتبر انت ممكن تعملي السيشن في المكان ده وتبقى القاعة في نفس المكان اللي فيه السيشن، بيبقوا حلو جدا، ما بتروحيش مكانات كتيرة. فحلو لما بتبقي لو عروسة من القاهرة تحجزي السيشن في جزيرة المعادي، والقاعة برضو اللي في جزيرة المعادي برضو حلوة جدا. وطبعا انتوا ادرى، يعني انتوا ادرى بالحاجات دي عني. شايفين هنا المكان طبعا دي جنينة اهي كده لو اللي حابين يقعدوا فيها. طبعا دلوقتي هاخدكم وهنطلع نقعد في الجنينة شوية برضو بره. شايفين هنا اهو. خلصنا بقى لعب الاطفال ولعبوا كده وانبسطوا، اهم حاجة لعبوا وتهدوا بقى، اللي هو خلاص بقى حبينا احنا نقعد كده قعدة حلوة شوية. فقعدنا في الخضرة دي والمنظر الجميل ده، قعدنا كده شوية وبعد كده بقى خدنا بقى كده الولاد ومشينا. شايفين المكان؟ انا كنت حابه اوريكم حاجات كتيره والله العظيم في المكان تحفه. بس انا يعني ما لفتش المكان كله، كان معانا عيال حبة عيال حلوين، ولاد انا 2 واخت جوزي معاها 3، ربنا يخليهم يا رب كلهم. فما كناش عارفين نلف كتير، فهو المكان تحفة. اللي هيروح لو عرايس جديدة لسه معكمش اطفال هتلفوا بقى براحتكم في المكان وهتنبسطوا بصراحة. فهو المكان تحفة 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 من هنا لبكرة، يعني هتنبسطوا فيه. بس انا عشان معايا اطفال فما لفتش فيه كتير جدا، يعني عايز بقى كده ناس رايقة كده ما يكونش فيها اطفال وتلفي بقى براحتك. شايفين المنظر عامل ازاي؟
شايفين المكان تحفه والله، القعده فيه لوحدها روحه كده نفسيه، وانت قاعده بتبقي مرتاحه كده نفسيا. شايفين هنا بقى خلاص بقى بقول لكم طالعين ماشيين برضو، عدينا على نفس المكان ده واحنا داخلين كده، احنا بقى خلاص كده طالعين. فهي فيها اماكن حلوه جدا، وفي نظام قعدات جوه بقى على البحر كده، بتقعدي بتطلبي اكل، بتطلبي مشروبات، بتطلبي حاجات. بس احنا كان اهم حاجه عندنا ان احنا دخلنا الولاد في الملاهي بتاعه الاطفال، لعبوا شويه وقعدنا في الجنينه كده شويه، وبعد كده خدناهم وزي ما انتم شايفين كده رايحين على مطعم. هنا داخلين مطعم ايه، رحنا بازوكا يا جماعه. بازوكا برضو في المعادي تقريبا. هنا بقى هنطلب الاكل ونتعشى كده وناكل. هنا هاخد يعني كده باخد جوله كده صغننه في المحل، طبعا مش عارفه اصور او احتراما للناس اللي قاعده في المطعم. فهنا بجيب لكم كده حاجه بسيطه، هي حتى الكراسي اهو، الكراسي نفسها مكتوب عليها من ورا بازوكا. فهو بازوكا مشهور يعني، يعني الفراخ بتاعته زي كنتاكي كده، فهو الكراسي نفسها مكتوب عليها بازوكا من ورا بالانجليزي اهو. هنا احنا طلبنا الاكل وقاعدين بقى مستنيين تشوفوا كده معانا الاكل، ويا رب تكون الخروجه عجبتكم. انا انبسطت بصراحه، اتبسطت فيها جدا. هنا شايفين ده الاكل نزل اهو، وهنا كنا بقى خلاص وخلصنا وهنمشي بقى. فادعوا لي بقى ان انا انزل مصر تاني بصراحة أنا عجبتني التجربة وانبسطت، فيا رب ان شاء الله كده بإذن الله ننزل تاني ونزور مصر تاني وازور اماكن تاني ما كنتش روحتها. وربنا يخلي لي جوزي يا رب ويبارك لي فيه، ويبارك في ولادي اللي كان السبب ان انا نزلت مصر، ويعني خرجت الخروجات دي يعتبر كان في حد السبب ان انا انزل مصر. بصراحة ربنا يبارك له يا رب، ويخلي له اولاده ويخلي له مراته كده، وربنا يسعدهم. يلا بقى سلام.